كلنا عارفين إن حجز الطيران بيعتبر واحدة من المستندات اللي معظم السفارات بتطلبها منك وانت بتجهز للتأشيرة. والحقيقة انك مش مطلوب منك تعمل حجز طيران مؤكد وتدفع فلوس كتير قبل ما تعرف اذا كنت هتاخد التأشيرة ولا لا. فلو لسه مش عارف ازاي تعمل حجز طيران مبدئي تستخدمه في السفارة، خليك متابعني في الفيديو علشان هقولك على الحل. في موقع اسمه flywt.com. الموقع ده بيقدم خدمة مميزة جدا وهي حجز تذاكر اونلاين، والاجمد من كده انك تقدر تعمل من خلال الموقع حجز طيران مبدئي تقدر تستخدمه وانت بتقدم لاي سفارة، وخطوات سهلة وآمنة وهتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. كل اللي عليك تعمله انك تدخل على موقع flywt.com، وهسيب لك رابط الموقع في اول تعليق. هتختار فلايت ريزرفيشن، بعد كده هتملى بياناتك الصحيحة، الاسم، مطار السفر ومطار الوصول وتواريخ السفر، وهتختار عدد الركاب، وهتحدد اذا كنت عايز الحجز في 24 ساعة ولا اسرع. بعد كده هتملى بيانات الباسبور بتاعك، بعدها بتوصل لاخر خطوة وهي الدفع، والرسوم بسيطة جدا 100 جنيه مصري. والجميل في ده انك بتقدر تسترد المبلغ ده في حالة انك اكدت الحجز، وبيتم خصمها من سعر تذاكر الطيران النهائية. طرق الدفع على الموقع متعددة وكتير جدا وكلها آمنة. تقدر تدفع اما عن طريق انستا باي، فودافون كاش، ديبت كارد او الكريدت كارد. وبس كده، خلال وقت بسيط بيجيلك ايميل تأكيد الحجز والتذاكر بتكون جاهزة انك تطبعها. في النهاية عايز اقولك ان الموضوع سهل وبسيط وآمن جدا، وتقدر من خلال موقع FlyWT انك تعمل حجز طيران مبدئي معتمد في كل السفارات، ده غير الخدمات التانية اللي بيقدموها. ما تنساش تجرب الموقع ده في حجز الطيران اللي هتعمله في المرة الجاية، واكتب لي في التعليقات التجربة كانت عاملة ازاي.